اغلب الاطباء اللي كندوزو عندهم اغلبيه كيعطيونا الدواء، ياك؟ وشي مرات كيكون شي طبيب قبل منه عطاك الدواء وكتمشي لعند واحد اخر كيقول لك هاد الدواء هذا ما صالحلكش، حيدو، غنعطيك دواء اخر. علاش كيعطيك دواء اخر؟ لانه ديال شركه اخرى اللي كيتعامل معاه هو، وكتعطيه البريه في الاخر الشهر فيها التكه، فيها البينغا والعراضات في لي زوتيل والكادويات وكذا، وزيد 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 وزيد. نفس الدواء كيحيد لك هذا وكيعطيك ديال الشركه ديالو هو، نفس لا موليكول، نفس التشكيله. وهما الاطباء الاغلبيه فيهم كياكلوا الناتوريل. فاش كيمرض كيدير السيترون ويدير الليمون والثومه ويدير داكشي، وتقول له انت داكشي يقول لك لا، شوف انت لوكا ديالك راه ما يصلحلوش داكشي، ما تبقاوش الله يخليكم تخرقوا الاشياء. لا، خصك تاخذ هذا الدواء، هذا هو اللي غادي يحيد لك وكدير له. وهو ملي كيمرض هو ولا ولادو كيديروا ديك لو غوسيت ديال لا غرون مير كيقولوا لها، ديال الجده. وانا عندي كيلكو زامي صحابي اطباء تناقشت معاهم في هذا الموضوع، قال لك بصح سي فغي، قال لك حنا الاغلبيه كنعطيو ناخذ داكشي ناتورال وكنعطيو لولادنا، وحنا عطيونا السم القاتل. والمشكل الكبير اللي زايد واقع عاوتاني هو كاينه بزاف ديال الادويه ما كايناش في السوق، ادويه ديال امراض خطيره. خاص وزاره الصحه تدخل بجميع القوه ديالها باش تحل هذا المشكل هذا مع الشركات ديال الادويه. من نهار حيدوا ديك لا طاكس على الدواء، ولا الدواء كتقلب عليه ما كتلقاهش، وما كاينش شي وحدين البديل ديالهم. المهم الرساله راه واضحه وتبارك الله عليكم. تشاو، فيف لو ناتورال. وفي الأخير لا تنسى ذكر الله